صافي. هنايا فرح السياد والحمد لله صبح بدارو وصبح بالطاكسي ديالو بواحد واحد المبلغ مالي اللي عطاه ليه الحبيب ديالي. السلام عليكم، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ معكم فريده. اليوم فيديو جديد ان شاء الله. في هذا الفيديو هذا غادي نحكي ولا غادي نعاود واحد القصه اللي هي واقعيه، قصه للعبره، واقعيه. هذا واحد السيد لاباس عليه، ساكن في واحد الفيرما بعيد على المدينه، هو والزوجه ديالو. الزوجه ديالو حامله. واحد النهار في واحد الليله مع 3 ديال الصباح، مراتو شدها الحريق، الوجع ديال الولاده. شد هذاك الراجل دا مراتو الطوموبيل ديالو باش غيديها الكلينيك تولد. هو في طريقه غاديين طريق بعيده وبيست بعيده، مع الفيرما جات بعيده على المدينه. وصل وسط الطريق مع زربان، وهذا خسرت ليه الطوموبيل، ما بغاتش تحرك ليه. وقف بغى يتصل باش غيتصل بالناس اللي غادي يجيو يساعدوه. الريزو ما كاينش في هذيك البلاصه بالضبط، و3 ديال الصباح ما عليه الا يجلس ويستنى وصافي. يعني ما عندوش شي حل، الطوموبيل خاسره وفي الخلا، وما كاين لا تليفون باش غادي يتصل بشي حد، وما كاين لا حتى شي طوموبيل كتحرك، ما والو. المراه كتوجع، خاصها تولد، وهو مخلوع وخايف على ديك المراه لا توقع ليها شي حاجه، وخايف على داك الوليد لا توقع ليه شي حاجه. ما لقى ما يدير، سلم امره لله وجلس كيستنى. شويه غادي تبان ليه واحد الطوموبيله جايه من البعيد، شاف غير الضو ديال ديك الطوموبيل، قال الحمد لله شي حد جاي، يا ربي دوز من هاد الطريق باش انني غادي نوقفو، هو اللي غادي يساعدني. هذاك السيد مول الطوموبيل وصل لعندو، صدق طاكسي. هذا شي طاكسي كمل الخدمه ديالو، جاي شاد الطريق باش غيمشي لدارو. وقفوا هذاك السيد، قال ليه الله يرحم لك الوالدين الا ما عتقني دغيا، راه المراه عندي كتموت، راها فيها الحريق، خاصها تولد، وانا خسرت لي الطوموبيل، راه ما لقيت ما ندير. قال لي هذاك مول الطاكسي صافي واخا انا غادي نديك نوصلكم البلاصه فين بغيتي. وشوف سبحان الله الاقدار كيفاش جابتني مع هذا الطريق، وفي هذا الوقت جيت باش انني غادي نمشي. جيت للدار عند الوالده. المهم داك السيد خلى الطوموبيل ديالو تما ودا مراتو، مشى مع داك مول الطاكسي، مشاو كيقلبوا على شي كلينيك في المدينه، حتى وصلوا بخير وعلى خير لداك الكلينيك، ونزلوها وداوها صافي، داروا ليها يعني داكشي اللي خاص يدار وكلشي. بقى كيستنى هذاك السيد مول الطاكسي على برا، كيستنى في هذيك المراه وهذاك السيد تيشوف الاخبار ديالهم. عاد غادي يمشي، ما مشاش في حاله، بقى ناعس في الطاكسي ديالو. تتفكت المراه بخير وعلى خير، ولدات وكل شيء. عاد جا السيد اللي تزاد عنده وليد بخير وعلى خير، جا باش يشوف مول الطاكسي، حيت شافوا بانه راه كيستنى تما على برا. قال لي بان صافي المراه عندي راه ولدات بخير وعلى خير، شكرا الله يجازيك بخير وكل شيء. قال لي شحال كتسليه باش غادي يخلصوا. قال لي مول الطاكسي انا هاد الخير هذا درتو لله في سبيل الله، ما يمكنش غنشد الفلوس على هاد العمل اللي درت، راه ما غنشد من عندك والو. قال لي هذاك السيد، قال لي بما انك ما بغيتيش تشد الفلوس، فاعطيني شي عنوان ديالك، اعطيني العنوان ديالك واعطيني الرقم ديالك ديال التليفون، باش ان شاء الله نهار السبوع غادي نعرض عليك تجي تحضر معنا. المهم السيد مول الطاكسي عطاه العنوان ديال الدار ديالو فين ساكن، وعطاه النمره ديال التليفون لهاد السيد هذا. حتى لواحد النهار ويمشي ليه ميساج بانه راه هذاك السيد كيعرض عليه الاسبوع وصافي. وقبل هاد مول الطاكسي قال ليه المهم صيفط ليه ميساج قال ليه راك معروض عندي تجي عندي الاسبوع انت والعائله ديالك كامله. صافي مول الطاكسي دا العائله ديالو، مشى للسبوع عند هاد السيد هذا اللي كان دار فيهم الخير ولا دار معاهم الخير في هذيك الليله.
النهار المهم صافي مشى حضر معاهم في السبوع وكلشي حتى سال السبوع. جا عنده السيد مول اللي دار معاه هذا الخير هذا مول السبوع. قال لي هاودي راه هذاك النهار درتي معايا واحد الخير، انا بغيت ندير معاك نجازيك ندير معاك واحد الخير. قال ليه انايا راه بغيت نشري لك واحد الطاكسي، تكون طاكسي ديالك غتخدم فيه يكون بسميتك، يعني طاكسي ديالك، ونشري لك بارطمون. قال لي واش انت كاري؟ بعدا سولو كلشي قال لي انا غا كاري. قال لي انا غنشري لك بارطمون فين غتسكن وغنشري لك طاكسي فاش غتخدم، وعطاه واحد المبلغ مالي اللي غادي يسلك به. المهم مول الطاكسي عجبو الحال، فرح، وبالفرحه بدا كيبكي. سولو السيد قال لي علاش كتبكي؟ ما تبكيش. وهذا قال ليه كنبكي على حقاش ربي كيفاش صفتني، كنشوف كيفاش ربي صفتني لك باش انني ديك الليله غادي نقدك، وانت صفتك لي الله تعالى باش انك غتنقدني باش غتشري لي هاد الدار، وصبحت بالدار ديالي وصبحت بالطاكسي ديالي وكلشي. لان الكرا كان قهرني الكرا. الشهر اللي كاين الشهر اللي كنخلصو وكاين الشهر اللي ما كنخلصوش. صافي هنايا فرح السياد والحمد لله صبح بدارو وصبح بالطاكسي ديالو بواحد واحد المبلغ مالي اللي عطاه ليه وكلشي. وهنايا باش تعرفوا بان الخير مع الخير. الخير ما يمكنش الانسان يدير شي خير وما يجازيهش الله على داك الخير. كما كنقول لكم دائما اللي كيدير شي حاجه يلقاها. ضروري الا درتي شي خير غادي يجازيك الله، لان الله هو اللي كيجازي، والله اللي كيصيفط لك شي حد ولا اللي كيصيفط لك اللي كيدير لك شي طريق باش غادي توصل لواحد الحاجه اللي هي زوينه من واحد الخير اللي انت درتي في حياتك. ولا الا درتي الخير مع شي شخص ضروري ما غيجازيك عليه الله، اللي غيصيفط لك واحد الشخص اللي غيدير معاك واحد الخير. وهذا الشيء كله الله تعالى هو اللي كيدير هذا الشيء. صافي حتى لهنا كتنتهي هاد القصه، وهاد القصه هذه واقعيه و100% وللعبره. وحتى لهنا كنقول لكم الحبيب ديالي شكرا لكم بزاف بزاف لاهل اختكم. السلام عليكم.